السلام عليكم. الدرس ده هنعرف ازاي نخلي ورق الشجر ده يلف حوالين المنتج بتاعنا بنفس الطريقة دي. طبعا الهدف من الدرس مش انك تطبق نفس الخطوات وتوصل لنفس النتيجة، الهدف انك تفهم ازاي الانيميشن بيتعمل، وبعد ما تفهم هتلاقي فيه افكار كتير جدا ممكن تعملها بنفس التكنيك ده. كالعادة طبعا قبل ما نبدأ هيكون عندنا الموديل اللي هنشتغل عليه جاهز عشان نركز بس على فكرة الدرس، والموديل ده طبعا موجود على بلندر كيت لو عايز تحمله مجانا. هيكون عندنا بس بلين صغيرة هتكون المصدر اللي هيخرج منه ورق الشجر. هندوس شيفت A ونضيف بلين تانية عشان نعمل ورق الشجر، ونعمل لها سب ديفيجن 3 مثلا، ونبدأ نعمل لها شوية انحناءات عشان تبقى شكلها واقعي شوية، وطبعا تبقى مفعل الأداة دي. وبعد كده نعمل لها سيت اوتو شيد سموز، ونفتح الشيدر اديتور ونضيف لها ماتيريال جديدة. هنضيف ايمج تكستشر، ونختار اول واحدة من الصور اللي هسيبها لك في وصف الفيديو، ونوصل الكلر بالبيس كلر والالفا بالالفا، ونعلي الرفنس على الاخر عشان ما يبقاش فيه اي انعكاسات، ونسمي الماتيريال دي ليف 1، ونعمل لها دوبليكيت 4 مرات عن طريق شيفت دي. وننسخ لكل واحدة فيهم ماتيريال جديدة عشان كل واحدة هيبقى ليها صورة مختلفة. وبعد كده نغير الصور لكل ورقة فيهم. كده تمام وجهزنا كل ورق الشجر. هنحطهم بس في كوليكشن واحد عشان نستخدم الكوليكشن ده في البارتيكل سيستم. هنحدد كل الورق وندوس ام ونختار نيو كوليكشن ونسميه ليفز. وبعد كده نروح للبلين اللي هيخرج منها ورق الشجر ونضيف لها بارتيكل سيستم، ونخلي هنا عدد البارتيكل 300 او الرقم اللي انت شايفه مناسب، وهتنتهي عند فريم 30، واللايف تايم هيبقى 180، ونخلي الفيلوسيتي 50، والجرافيتي 0 عشان نلغي الجاذبية والبارتيكلز تتحرك لفوق. بعد كده هنضيف الكيرف اللي عايزين ورق الشجر يتحرك عليه. هنفعل بس اضافة الاكسترا كيرف، ودي اضافة موجودة بيلت ان جوه بلندر. هنروح لإيديت ومنها بريفرنسز ومن تاب ادونز نبحث عن كلمة اكسترا ونفعل اضافة اكسترا كيرف، وندوس شيفت A ونختار الكيرف ده، ونبدأ نعدل شوية في اعدادات الكيرف لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. وبعد كده نختار اول نقطة في الكيرف ونحط الكارزر عندها، ندوس شيفت اس ونختار كارزر تو سيلكتد، ونروح للبلين بتاعت البارتيكلز ونحطها عند الكارزر، ندوس شيفت اس ونختار سيلكشن تو كارزر. بعد كده هندوس على الكيرف ونروح للفيزيكس وندوس على فورس فيلد ونختار كيرف جايد، ونسيب كل الاعدادات زي ما هي، ونجرب كده هنلاقي ان البارتيكلز بتتحرك على الكيرف زي ما احنا عايزين. هنروح للبارتيكلز وعند الريندر نختار كوليكشن، ونختار الكوليكشن ليفز اللي عملناه. الاول بس هنعمل راندومايز للروتيشن والسكيل عشان يبقى فيه شوية عشوائية في الدوران وحجم الورق. هنروح للروتيشن وعند راندومايز نخلي القيمة 1 ونغير شوية في القيم دي، ونروح تاني للتاب بتاعت ريندر ونغير شوية برضو في السكيل راندومايز. هنشيل بس الكيرف من الكوليكشن بتاع الورق ونرجع نجرب تاني، هنلاقي ان كل حاجة تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.